النهاردة معانا أداة جديدة من جوجل اسمها نانو بانانا. يمكن الاسم يبان غريب شوية، لكن صدقني مش مجرد أداة، دي فعلا نقلة نوعية في عالم تعديل الصور. الأداة دي بقت ترند الأيام اللي فاتت، وجوجل فجرت المفاجأة إنها جزء من قدرات جيميناي فلاش إيميج. وأهم ميزة، الأداة بتحافظ على نفس ملامح الشخص أو العنصر بدقة عالية، حتى لو عملت 10 صور مختلفة أو غيرت أماكن وخلفيات. أهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الذكاء الصناعي. النهاردة هنتكلم عن نانو بنانا، وهو نموذج تعديل صور ويعتبر هو الأفضل حتى الآن. تعالوا نكتشف مع بعض الأداة موجودة في aistudio.google.com. هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. والأداة موجودة في أكتر من مكان، يعني تقدر تستخدمها جوه فايرفلاي بتاع أدوب دلوقتي، تقدر تستخدمها LM أرينا، وهو يعتبر النموذج ظهر هنا في الأول أصلا، وتقدر تستخدمها في جيميناي. تقدر بمنتهى السهولة إنك أنت تقول له create image، فهو عارف الموزة. خلاص هو بقى مع جيميناي شغال زي الفل. طب تعالوا نجرب مع بعض. أنا معايا الصورة دي مثلا، عايز القميص يبقى أسود، وعايز المكان كافيه اوبن اير. فاللي عاجبني في الاداة ان هي فعلا سريعة جدا، والاهم من السرعة بجد هو الوش انه يفضل زي ما هو، عكس ادوات تانية كانت بتبوظ الدنيا خالص. فاحنا هنا طلعنا بالنتيجة اللي احنا عايزينها. القميص لونه اتغير للاسود، باك جراوند كافيه اوبن اير زي ما انا طلبت بالظبط. تمام. طب تعالوا نجرب مع بعض حاجة تانية. الدبدوب ده مثلا، انا عايز الدبدوب ده في محل هدايا، وفي بنت عندها 7 سنين ماسكاه. فانا عايز اشوف ده كده لو انا بعمل اعلان للدبدوب، الدبدوب هيبقى عامل ازاي، يعني صناعة الاعلانات نطت ازاي. دبدوب لطيف جميل، فانا عايز اشوف بقى 7 سنين ماسكاه. احنا هنا بنتكلم عن آلاف الافكار اللي تقدر تعملها في وقت قياسي وتشوف الافضل. نفس الدبدوب، نفس كل حاجة، نفس حتى الفيونكة بتاعت الدبدوب. فاحنا هنا بنتكلم خلفية محل الهدايا، ده بديب في كل حتة. صناعة الإعلانات اتغيرت في يوم وليلة. يعني احنا كان نموذج أقرب من ده كنا بنستخدم فلوكس، وفلوكس كان ممتاز ومازال قوي جدا. بس احنا هنا بنتكلم عن نانو بنانا أقوى بمراحل. وهي يعني جوجل طبعا، مش هنتكلم جوجل لما تعمل حاجة خلاص يعني هتعملها باحترافية شديدة جدا. طب تعالوا نعمل نتيجة تانية مع بعض. الصورة دي مثلا عايز ألون البنت. طب تعالوا نجرب مع بعض التلوين. هي الفكرة إن شات جي بي تي هو اللي بيكتب، أنت بتقول له أنا عايز كذا وبترفع له الصورة، وهو اللي بيكتب لك البرومت المناسب للفكرة اللي أنت عايزها. الأداة سريعة، وإحنا هنا لينا 32 ألف توكن كل يوم بيتغيروا بشكل يومي، ودول بيعملوا يعني احنا لغاية دلوقتي عاملين 6000. شوف البنت بقت اه خلاص، يعني هنا ابيض واسود، هنا الوان، البنت هي كل حاجة هي يعني في قوة جبارة. طيب ممكن نعمل نتيجة مع بعض تانية مثلا. طب انا هعمل حاجة لايف وانتوا معايا. انا هقول لشات جي بي تي انا عايز دي ودي. احنا هنا بنعمل حاجة صعبة جدا، ان هو يدمج بين صورتين. فانا هنا شات جي بي تي هو يعتبر افضل اداة تكتب برومت حتى الان. طبعا انا رفعت صورتين عشان ده شات جي بي تي بلس، ويعتبر هو افضل حاجة يدفع فيها فلوس بصراحة. احنا عندنا البنت دي ودي، فانا عايز اشوف ده بقى هيحصل ولا خيال علمي. اللي انا طالبه صعب، لان انا طالب شوز وشنطة وفستان وميك اب، وفي
حلق معين. بجد الموضوع هياخدنا في ليفل تاني خالص خالص خالص. انا مش عارف ايه الخط ده، بس هي البنت هي نفس الفستان، نفس الشنطة، نفس الجزمة، بس يعني هي قلشت منه، بس هي محاولة جيدة جدا. ايا كان، ممكن انا اكون رافع الصور الغلط، بس ايا كان الشنطة والشوز تفاصيل حلوة جدا. طيب نعمل ايه تاني مع بعض؟ مثلا تلوين احنا جربناه بالفعل، تعالوا مثلا نجرب دي مع الفستان. اوكي، وانا عايز اشوف تفاصيل وعايز اشوف نتيجة ناجحة في الدمج، بالذات الدمج حاجة صعبة. فهنشوف ايه اللي هيحصل لما البنت دي تلبس الفستان ده. انت في ايه ده مجلي البنتين، بس انا عايز اركز على دي. هي نفس البنت؟ لا، هو جاب لي بنت تانية خالص، نفس الشوز، نفس الشنطة، نفس الفستان، نفس العقد. يعني هو انتج لي صورة تانية. هو على الاغلب انا المفروض لكل صورة ان انا اعمل شات واحد، لان كده هو الامور داخلة ببعض. لو عملت مشروع فايل لوحده فعلا على الاغلب دي هتبقى كده. بس انا النتيجة في الاخر بالنسبة لي مرضية جدا. انا اسف بقى ان الصورة ممكن تبقى وحشة اصلا. التجربة دي يعني هي صعبة شوية، بس تعالوا نجربها. انا عايز انقل الساعة لإيد الولد، فهل ده هيتحقق ولا خيال علمي؟ تعالوا نجرب. إيه، حلو قوي، من الواضح ان هي معمولة حلو الصورة. إيه، هو نوعا ما يعني تحسها غريبة للعين شوية، بس هي النتيجة مرضية جدا. لو اديته الصورة الصح بالبرومت الصح، هتقدر انك انت توصل للنتائج افضل من دي بمراحل. كل دي كلها تجارب سريعة. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. أتمنى تكون الحلقة مفيدة وتكونوا استفدتوا، لأنها طفرة جديدة جدا في عالم تعديل الصور. استنوني الحلقة الجاية نتكلم عن استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وإن شاء الله هتكون حلقة مميزة جدا.